السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، واحد السيد كان الاسم ديالو بالعيد، وكان السن ديالو انذاك 46 سنه، متزوج وعنده جوج ولاد كانوا مازال صغار شويه، ما بين 8 13 سنه. هاد السيد هذا كان كيسكن بضواحي مدينه بن قرير بواحد الباديه، كان فلاح، كانت عنده واحد الارض فلاحيه وعنده الكسيبه ديالو. بالعيد في واحد الصباح كيجي بلاغ لعناصر الدرك الملكي باللي هو تعرض لواحد الاعتداء خطير وفارق الحياة ديالو في واحد الكوري ديالو. هاد البلاغ هذا اللي كانوا تلقوه الدرك الملكي صبيحة يوم السبت، وبالضبط بسنة 2010. انتقلوا لعين المكان لواحد القطعة أرضية كان داير بها واحد السور حجري، وفي الوسط كانت الدار ديال هاد السيد هذا، وماشي بعيد بزاف على الدار كان واحد الكوري. هاد الكوري هذا كان عنده واحد الباب ديال الحديد، واللي لاحظوا جدارمية ان داك الباب فيه واحد القفل كبير. لما دخلوا كيلقاو واحد السيد في الاربعينيات من العمر ديالو، طايح متكي على واحد الحيط. الراس ديالو من الامام من جهه الجبهه ديالو كانت عنده واحد ضربه اللي كانت خطيره جدا، ضربه خيبه هشمات ليه الجمجمه ديالو. غادي يلاحظوا جدارمية باللي حدا الجثه ديال هاد السيد هذا كاينه واحد الحفره حديثه، كان باين باللي ديك الحفره يلاه كيف محفوره. ما فهموش المعنى ديال ديك الحفره في ديك اللحظه، ولكن لما غادي يسولوا الزوجه ديالو غادي تتضح الصوره. الناس ديال مسرح الجريمه عينوا الجثه وتم نقلها لمستودع الاموات. التعليمات اللي جات من عند النيابه العامه بخصوص هذه القضيه وهي تعميق البحث مع الزوجه وعائله الهالك. الجندارم غادي يركزوا على ديك الزوجه، سولوها اولا شكون ساكن معكم في الدار، واش ساكنه غير انت وراجلك هنا او كاين شي حد من غيركم؟ السيده كتقول لهم باللي كاينه غير انا وراجلي ووليداتنا جوج اللي ساكنين في هذه الدار هذه. ايه وشنو وقع؟ السيده كتعاود الجندارم واحد القصه اللي غادي من خلالها يعرفوا شكون ممكن يكون قتل هذا السيد، وغادي نعرفوا سبب تواجد ديك الحفره في ذاك المكان. القصه وما فيها مستمعينا الكرام، وعلى حسب الاقوال ديال هذه السيده قبل يومين من وقوع الجريمه، وبالضبط يوم الاربعاء من وراء صلاه العشاء. هذه السيده كتقول باللي راجلها غادي يجي للدار وغادي يجي معاه جوج ديال الناس رجال، غادي ضايفهم عندنا في الدار. والسيده قالت باللي كانت وجدات لهم العشاء ديالهم، كلاو وشربوا ومن بعد مشاو. ملي سولات الزوج ديالها هاد الناس اللي جبتي معاك للدار ووجدنا لهم العشاء شكون هما وعلاش عرضتي عليهم؟ السيد كيقول لها بلي دوك الناس راه فقهاء ومختصين في داكشي ديال الكنز، وكيقول لها بلي حنا راه عندنا شي كنز في الكوري غادي نجبدوه ان شاء الله من هنا لواحد اليومين. السيده كتقول باللي انا قلت لراجلي وانت دغيا تقتي في هاد الناس وجبتيهم معاك للدار، وراه يقدروا يكونوا نصابه او شفاره وغير كيضحكوا عليك. قالت لهم باللي الزوج ديالها تكلم معاها وكانه كيعرف دوك الناس مزيان، لانه غادي يقول لها هاد الناس هادو راه كنعرفهم مزيان وراه ثقه وانا عارف الخدمه ديالهم، وكيقول لها بلي هاد الناس راه اصلا لاباس عليهم وغادي يتعاونوا معنا حتى حنا باش يزيد الخير يكثر عندنا، راه لما غادي نجبدوا داك الكنز ان شاء الله راه غنديروا لاباس. السيده قالت لهم لما قال لي كنعرفهم مشيت معاه في الراي ديالو، وقالت لهم باللي البارح الجمعه في الليل جاو لعندو في وقت متاخر، عيطوا ليه نفس الحاجه، خرج لعندهم دخلهم للدار، وكتقول لهم باللي كانت ديك الساعه مجدة لهم العشاء لاننا كنا عارفينهم جايين، تعشاو وكذا الى اخره. لما سالاو الزوج ديالها قال لها احنا غادي نمشيو نقضيو الغرض،
سير انتي نعسي مع الوليدات حتى نجي لعندكم. وقالت لهم من بعد خرجوا مشاو لكوري هما الزوج ديالها. قالت لهم سمعتهم لما كانوا غيدخلوا الكوري خرجوا دوك البهيمات ديالنا من الكوري، عاد من بعد دخلوا ليه. اللي غادي يوقع هنا، السيده كتقول باللي بقات فايقه ديك الليله كامله، مره كتسمع صوت الحفير مره كيتقطع، مره كتسمع صوت الحفير مره كيتقطع، حتى غادي تقطع الصوت بمره. ولكن ملي قرب الفجر، يعني الحال بدا كيصبح، غادي تسمع الطوموبيل اللي كيجيبوا معاهم هاد الجوج ديمارات ومشات. السيده كتقول باللي لما مشات الطوموبيل فقلت ربما راه صافي قضاو الغرض، وكتسنى الزوج ديالها انه يدخل الدار، دابا يدخل دابا يدخل دابا يدخل. ملي شافت الزوج ديالها تعطل، هي اللي غادي تمشي لكوري تشوف اشنو كاين. علاش؟ لانه الطوموبيل كتقول باللي مده باش مشات وراجلها ما دخلش للدار، فالسيده بدات كتدخلها شكوك وقررت انها تمشي لكوري. هنا لما مشات لهاد الكوري هذا غادي تلقى الزوج ديالها في ديك الحاله، كتقول باللي حدها بدات كتغوت، غادي يسمعوها شي ناس قراب ليها، جاو لعندها. لما شافوا الحاله اللي فيها الزوج ديالها غادي نعلموا المقدم ديال داك الدوار، وهو بدورو غادي يعلم الجدرميه. الجندارم من بعد الاقوال ديال هاد السيده عرفوا تفاصيل وملابسات هاد الواقعه. اذا دابا البحث ولا على جوج ديال الاشخاص اللي هاد السيده كتقول باللي انا ما شفتهمش وما شافتش حتى الطوموبيل ديالهم، لانه ديك السيده كتقول لما ضيفوا هاد جوج رجال، الزوج ديالها هو اللي كان كيتسخر عليهم، هو اللي كيدي لهم الغسيل كيدي لهم العشاء وكذا كذا الى اخره. بدا البحث على هاد الطوموبيل وهاد الاشخاص في كامل الدوار. ربما شي حد يكون شافهم مع الضحيه، يكون شاف ديك الطوموبيل كيفاش دايره، شنو اللون ديالها، ارقام اللوحه ديالها. فعلا الجدرميه لقاو شهود اللي كيقولوا باللي نهار الاربعاء اللي فاتت شفنا واحد الطوموبيل كان راكب فيها الضحيه وجوج ديال الرجال. من خلال الاقوال ديالهم جدرميه كيعرفوا باللي هاد الشهود شافوا الضحيه وهاد جوج الناس المشتبه فيهم النهار اللي ضيفهم فيه. اما النهار اللي جاو فيه باش يحفروا وهو النهار اللي غادي توقع فيه هاد الجريمه، فالسيده قالت راه جاو في وقت متاخر من الليل، واكيد انهم ما شافهم حد. شنو نوع الطوموبيل واللون ديالها، ارقام اللوحه ديالها، هاد الشهود هادو كيقولوا بلي الطوموبيل كانت من نوع مرسيدس 240 واللون ديالها خضر. اما ارقام اللوحه فهاد الشهود كيقولوا بلي ما انتبهناش ليهم. واللي غادي يزيدوا يعرفوا الجدرميه من خلال البحث والتحريات ديالهم ان ديك الطوموبيل كاينين ناس اخرين من داك الدوار سبق ليهم شافوها تقريبا سيمانه قبل الجريمه، شافوها باللي كانت واقفه بالقرب من الدار ديال الفقيه ديال المسجد ديال داك الدوار. فهنا هاد الفقيه هذا غادي يتم الضبط والاحضار ديالو من اجل البحث. الجدرميه سولوه طوموبيل من نوع مرسيدس 240 اللون ديالها خضر شافوها الناس من الدوار واقفه بالقرب من الدار ديالك، ديك الطوموبيل ديال من وما ليها شنو كانوا كيديروا عندك؟ الفقيه تخلع لانه هو سمع بالجريمه اللي وقعت في حق السيد بالعيد. فهنا قال لهم غادي نعاود لكم كل شيء. الناس اللي جاو عندي بديك الطوموبيل وهما فلان وفلان، مول الطوموبيل سعيد واللي كان معاه الاسم ديالو عبد الله. ايه وشكون هاد سعيد وعبد الله؟ الفقيه قال لهم باللي حتى هما فقهاء ولكن كانوا متجهين لداك الشيء ديال الكنوز، وقال لهم باللي كانوا جاو لعندي وقالوا لي راه كاين شي كنز هنا في الدوار وبالضبط في الدار ديال فلان. سولتهم شنو المطلوب مني؟ قالوا لي انت غير غادي تتكلم معاه وغادي تلاقينا به لانه انت راه كيعرفك من مده وراه غادي يثيق فيك. وداك الشيء اللي كان قال لهم من بعد ما كنا صلينا صلاه المغرب تلاقيته في المسجد وتكلمت معاه وحكيت ليه شنو كاين ولقيته بهم. كيقول باللي تفاهموا مع بعضياتهم على النهار اللي غادي يمشيو فيه للدار ديالو، وقال لهم انا راه من تماك ما بقيت شفتهم. جدرميه كيقولوا ليه
انت كيفاش هاد الهمزه هادي ما دبرتي منها على والو، ما مشيتي معاهم، ما تقاسمتوا داك الكنز اللي جبدوا، ما والو زعما. الفقيه غادي يقول لهم انا راه قبل من نلاقيهم بالضحيه كانوا عطاوني شي بركه ديال الفلوس. ايه وشحال هاد البركه؟ مليون، جوج، ثلاثه. السيد كيقول لهم عطاوني 80,000 ريال. واخا سيدي، وقول لنا هاد سعيد وعبد الله فين غادي نلقاوهم؟ السيد كيقول بلي سعيد مول طوموبيل مراكشي وكيسكن بمدينه مراكش، اما عبد الله فقال لهم راه كيسكن غير في واحد الدوار غير هنا بالنواحي. الفقيه عطى الجدرميه معلومات على هاد عبد الله، مشاو جدرميه لهاد الدوار هذا اللي كيسكن فيه هاد عبد الله، كيقلبوا عليه تماك. المشكل ما لقاوش في داك الدوار. سولوا العائله ديالو فين هو هاد السيد هذا، قالوا لهم باللي راه مشى مع فلان. واش فلان اللي عنده طوموبيل كذا وكذا؟ كيقولوا لهم ايه هو هذاك. فين مشاو بالضبط؟ كيقولوا لهم ما عرفتش سيدي، احنا ما عرفناش، ولكن قال غادي يغيب شي ايامات. السيد ملي ما لقاوش جدرميه في الدار، خداو المعلومات من عند العائله ديالو ودارت ليه واحد مذكره بحث في حق هذا المتهم هذا. نفس الحاجه كيمشيو لمراكش، حتى السيد الاخر ما كيلقاوش، فولا حتى هو مبحوث عليه وعلى ديك السياره ديالو. من وراها بجوج ديال السيمانات غادي تلقى عليهم القبض بمدينه سطات. اثناء البحث مع هاد المتهمين هادو في هاد القضيه كيعترفوا بالجريمه ديالهم، وكيقولوا باللي فعلا مشاو كيحفروا على الكنز واتفقوا مع مول الدار على كل شيء. ولكن ملي كانوا كيحفروا كيقولوا تتقلب عليهم السيد وقال لهم صافي حبسوا هادشي، ما بقى لا حفير لا والو. قالوا باللي تكلموا معاه، الله يهديك فلان، واش هادشي فيه حبسوا؟ واش حنا اتفقنا على هادشي النهار الاول؟ كيقولوا باللي السيد قال لهم ايه صافي حبسوا، ما بقى لا كنز ولا حفير ولا والو، حبسوا داكشي وهزوا الدوزان ديالكم وسيروا بحالكم. ملي هاد المتهمين ما بغاوش يحبسوا داك الحفير ديالهم، هاد السيد هذا كيقولوا باللي هددهم باللي غادي يغوت على الجيران، وغادي يقول لهم راه شفاره داخلين ليا للدار، وديك الساعه قال لهم يديروا فيكم شرع يديهم، اللهم تحبسوا داك الحفير، تهزوا الدوزان ديالكم وتمشيو بحالكم. هاد المتهمين هادو كيقولوا باللي حاولوا معاه حتى يعياو، ولكن والو، السيد اللي فراسو. فهنا غادي نحسوا باللي هو ولا باغي يجري عليهم باش يجبد داك الكنز بوحدو، ولكن هما ما كانوش مستعدين يتخلاو على داك الكنز. فهنا عبد الله واللي كان كيحفر بالفاس في ديك الوقيته غادي يهز داك الفاس وغادي يضربوا الراس ديالو ضربه وحده غادي يصفيها ليه. خلاو السيد طايح حداهم وكملوا الحفير ديالهم، ولكن ملي الامر تعطل وشافوا ان الحال بدا كيصبح غادي يهزوا الدوزان ديالهم، هزوا المسائل ديالهم، ركبوا الطوموبيل وزادوا بحالهم. سولوهم الجندارم على الكنز، كيقولوا لهم باللي ما لقينا والو، وكانه قتلوا داك السيد على والو فابور. من بعد الاقوال ديالهم غادي نوريو جدرميه المكان ديال الفاس اللي تستعمل في جريمه القتل، ومن بعد الاعترافات ديالهم كيتقدموا امام العداله بالتهم المنسوبه اليهما، وكيتم الحكم عليهما ب30 سنه سجنا نافذا لكل واحد فيهم. اما بالنسبه للفقيه ديال الدوار فكيتم الحكم عليه ب2 سجنا نافذا بعدم تبليغ، لان العائله ديال الضحيه فحتى هما تابعوه في هذه القضيه هذه. مستمعينا الكرام، كانت هذه هي النهايه ديال هذه الحلقه، نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، احبكم في الله، والى لقاء اخر.